تخيل اللي بياكل ربنا غضبان عليه لو زود. واحد جالي في العيادة ده ولابس عمة وسبحة وزنه 160 كيلو، فأنا قلت اما استفزه قلت له حاجة بتصلي يا دكتور؟ ده عيب لما سألني سؤال انت مش شايف والزبيبة والكلام ده ازاي؟ قلت له ما قريش القرآن، ما قريش القرآن. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بكى قال لي انا قريت الآية دي مليون مرة ما خدش بالي، انا كنت فاهم لا تطغوا فيه يعني ما تسرقوش الاكل. قلت له طب ما ناخد المعنى اللي في صالحك، لا تطغوا فيه ما تزودهاش، ما تزودهاش على نفسك. وزنه 160 كيلو 160 كيلو بقالنا سنة حبايب، دلوقتي 90 كيلو ما شاء الله. بالآية كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. تخيل اللي بياكل ربنا غضبان عليه لو زود.